جنازة الفنانة التونسية فايزة المحرصي تبكي ملايين الشارع التونسي بأكمله، والملايين طلبوا لها الدعوات لها بالرحمة والمغفرة. وقالت الفنانة التونسية قبل وفاتها، قالت: ادعوا لي بعد وفاتي. صدمت الجميع وأبكت الملايين. وسبب وفاة الفنانة فايزة المحرصي في تونس أبكى الملايين والشارع التونسي بأكمله. وسبب وفاة الفنانة فايزة المحرصي في تونس حيث انتشر نبأ وفاتها على موقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حيث تعتبر الفنانة فايزة المحرصي من ألمع وأشهر الممثلات التونسيات خلال السنوات الماضية، واكتسب شهرة واسعة بين عامة الشعب ومختلف القطاعات في البلد. وبدأ عدد كبير من معجبي ومحبي الفنانة والممثلة التونسية عن السؤال عن سبب وفاة الفنانة فايزة المحرصي، حيث كانت هناك أنباء خلال السنة الماضية عن إصابتها بمرض لم تعرف طبيعته بعد وعودة إلى دخولها المستشفى أكثر من مرة للعلاج والراجعات بسبب وفاة الفنانة فايزة المحرصي. وبحسب بعض المواقع التونسية شبه رسمية فأن سبب وفاة الفنانة فايزة المحرصي يعود لصراع طويل مع المرض، حيث أكدت الفنانة حنان الشقراني نبأ وفاتها حيث مع الإذاعة المحلية التونسية مساء اليوم الخميس والموافق 8 من شهر ديسمبر 2022. والصيف الماضي تعرضت الممثلة فايزة المحرصي إلى وعكة صحية خطيرة ألمت بها ما أدى إلى إنقلها إلى المستشفى العسكرية في تونس لتلقي العلاج، إلى أنها وبعد عدة أيام غادرت المستشفى وبعد تماثلها للشفاء. وفي الأول من شهر أيول الماضي تحدثت فايزة المحرصي عن حياتها الشخصية، مؤكدا إنها مرت بتجربة صعبة جدا، لكن من الألطف الله إننا أشعر بتحسن وستتجاوز الأزمة بفضل معنوياتي المرتفعة والدعم المعنوي الذي أحظت به من طرف الجميع وحتى من خارج تونس. وكشف أيضا إنها دخلت في غيبوبة بسبب سوء تشخيص وأدوية وصفت لها بعد حادثة سقوط أصيبت خلال على مستوى الظهر. وفي 29 أكتوبر الماضي تدهورت الحالة الصحية للفنانة فايزة المحرصي ودخلت الفنانة إلى غيبوبة ولتلاقي العلاج، حيث طلبت وقتها عدد من الفنانين والممثلين في تونس بالدعاء لها نظرا لخطورة وضعها الصحي الثقافي. تعاني فايزة المحرصي ونعت وزارة الشؤون الثقافية في تونس بكل حسرة وأثر رحيل الفنانة فايزة المحرصي التي وفاها الأجل المحتوم مساء الخميس 8 ديسمبر 2022. وقد عانت الفنانة راحلة من الآونة الأخيرة من تدهور صحي ألزمها المستشفى لفترة طويلة، وتعتبر الراحلة من أبرز وأجمل الأصوات التي قدمت الأغنية التراثية بأسلوب متفرد ورؤية مغيرة. ومن أبرز الأغاني التي قدمتها نذكر تياتني ويا العين دلي وما ينساك وغلطة وغيرها من الأغاني. وبهذه المناسبة الأليمة تقدمت وزارة الشؤون الثقافة بحر عبارات التعازي إلى عائلة الفقيدة فايزة المحرصي وإلى كافة الأسرة الفنية والثقافية، راجيا من الله تعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة وإلى مالها وزوجها جميل الصبر والسلوان. مرض فايزة المحرصي. وقالت وسائل إعلام تونسية أن مرض الفنانة فايزة المحرصي يتماثل في تعرضها قبل أكثر من عام ونصف إلى السقوط على رأسها، حيث لم تبلى الفنانة التونسية بذلك، حيث كشفت الفحوصات الطبية لاحقا أن هناك كسر طفيف في الجمجمة وتأثر الدماغ ووجود نزيف داخلي، على الأمر الذي كان يعرضها أحيانا إلى الغيبوبة والإغماء، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. وخلال المقال صدمت الجميع وأبكت الملايين الفنانة التونسية الشهيرة. الحزن عم على جميع الشارع التونسي بأكمله بحزن وأسى بعد وفاتها وجنازتها التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي حزنا برحيل الفنانة
محبوبة من الجميع والشارع التونسي بأكمله، التي صدمت الشارع الفنانة التونسية الشهيرة فايزة المحرصي، التي أبكت وصدمت الجميع وكانت طيبة ومحبوبة جدا. وكانت الفنانة الشهيرة تعطف على الفقراء والمساكين في الخفاء، وحين علمانهم بخبر الوفاة صدموا بقوة عليها وطلبوا الجميع الدعوات لها بالرحمة والمغفرة، والتي هزت المواقع التواصل الاجتماعي حزنا برحيلها الصادم والمبكي، وطلبوا جميع أصدقائها ومحبيها الدعوات لها بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة التي صدمت الجميع. وحين علمانهم بهذا الخبر كانت الصدمة الكبيرة على وجوههم والبكاء العارم، وحين علموا بخبر جنازتها التي هزت المواقع وسبب وفاتها صدموا وأبكوا الملايين على فراقها الفنانة الشهيرة صاحبة القلب الطيب، محبوبة الجميع، صاحبة كل الملايين والشارع التونسي بأكمله، وطلبوا كل محبيها الدعوات لها وأسرتها، بكوا عليها بقوة، وأصدقائها ومحبيها وأخواتها في الوسط الفن التونسي الذي أبكت الملايين. الفنانة الشهيرة والمعروفة في الشارع التونسي الفنانة فايزة المحرصي، الفنانة التونسية الكبيرة التي بكت الجميع وصدمت الجميع وأبكتهم بقوة بعد حادثة السقوط على رأسها التي هزت الجميع وسط حزن كبير. والوسائل التونسية أن مرض الفنانة فايزة المحرصي يتمثل في تعرضها قبل أكثر من عام ونصف إلى السقوط على رأسها، حيث لم تلبي الفنانة التونسية بذلك، حيث كشفت الفحوصات الطبية لاحقا أن هناك كسر طفيف في الجمجمة وتأثر الدماغ ووجود نزيف داخلي، الأمر الذي كان يعرضها أحيانا إلى غيبوبة والإغماء، ويتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. صدمت وأبكت الملايين والشارع التونسي وسبب وفاة الفنانة فايزة المحرصي، وهو بعض الوسائل التونسية شبه رسمية فأن سبب وفاة الفنانة فايزة المحرصي يعود إلى صراع طويل مع المرض، حيث أكدت الفنانة حنان الشكراني نبأ وفاتها خلال حديث مع الإذاعة المحلية التونسية مساء يوم الخميس الموافق 8 من شهر ديسمبر 2022. والصيف الماضي تعرضت الممثلة التونسية فايزة المحرصي إلى وعكة صحية خطيرة ألمت بها، ما أدى إلى إدخالها إلى المستشفى العسكري في تونس لتلقي العلاج، إلى أنها وبعد عدة أيام غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء. صدمت وأبكت جميع الشارع التونسي بأكمله، والملايين طلبوا من كل أنحاء العالم الدعوات إلى الفنانة الشهيرة بالدعوات لها بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة، صاحبة القلب الطيب، محبوبة الجماهير، الفنانة الشهيرة فايزة المحرصي أبكت وصدمت كل من عرف هذا الخبر الصادم والمبكي، التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي حزنا بقوة عليها، وطلبوا لها الدعوات لها بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة والدعوات لها بالرحمة في جنازتها المهيبة التي أبكت الجميع وصدمت الملايين، وطلبوا كل محبيها الدعوات لها بالرحمة والمغفرة التي هزت المواقع حزنا عليها بقوة، وطلبوا كل من عرف هذا الخبر الدعوات لها بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفنانة الشهيرة فايزة المحرصي، الفنانة صاحبة القلب الطيب، محبوبة الجماهير. إنا لله وإنا إليه راجعون.